اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهارده جايه لكم بروتين جديد وفيديو جديد هيخليكي تقومي تخلصي ان شاء الله كل اللي وراكي. انا كده رايحه السوق، يعني حبيت بقى ان انا اصور لكم الخضره بقى والجو كده. الصبح بدري كانت الساعه 7:30 كده، 8 يعني. بصوا بقى، جبت شوية طلبات من السوق وكده، اللي بيحتاجها اي بيت يعني. طبعا اي بيت ما بيخلاش من الطماطم والبطاطس والكلام ده، حاجات اساسية. طماطم كانت عاملة 8 جنيه، كانت رخيصة يعني السوق ده وكده. وجبت كمان فلفل اخضر على احمر، احنا بنحبه يعني. الاحمر ده بيبقى حلو كده في البتنجان والمسقعة وكده. وكمان لازم من البتنجان ما بجيبش كتير، يعني كان الكيلو ونص الكيلو ونص ب10 جنيه، فجبت كيلو ونص بس يعني. زي ما انتوا شايفين كده يعني. بحب كده اجيب طلبات الاسبوع كلها، وما انزلش بقى طول الاسبوع. وجبت كمان السفند طبعا طلع بيبقى مسكر وزي الفل. وجبت كمان خيار. الخيار آه، كان عامل ايه 10 جنيه. الكيلو ب10 جنيه. وطبعا والسفند طبعا هو غالي. كان عامل تقريبا برضو 2 كيلو ب25. وجبت كمان البسلة بقى طلعت كده، بنحبها بقى في الشتاء وكده. طول الشتاء لازم نجيب بسلة، يعني نستغل بقى ان هي بتطلع في الشتاء. كانت عاملة الكيلو ب30 جنيه. اول ما بتطلع بتبقى غالية وكده. وجبت جزر لازم للبسلة يعني. كان عامل برضو 10 جنيه. الاسعار طبعا ما عادش فيها حكاية 5 جنيه دي خالص، اقل حاجة 10 جنيه. جبت فراولة برضو، يعني جبت كيلو واحد وكيلو تفاح، عشان طبعا ايه الكوكتيل وكده. مع البرتقان يعني والسفند وكده. ما بكترش لانه بيبقى غالي يعني. كان عامل 55، فبجيب كيلو واحد بس كده يعني. الخضرة بقى طبعا بسيبها عندي. لو سمك محشي بحب يبقى عندي خضرة كتير يعني في التلاجة. وجبت كمان موز، كان عامل 15 جنيه. وبطاطس، لقيت البطاطس الجديدة طلعت بقى زي الفل في تحميرها يعني حلوة. بس كانت عاملة 2 كيلو ب50 جنيه. بصوا بقى، وجبت كمان سمك هعمله معاكم بقى النهاردة ان شاء الله. طبعا انا قلت ايه بقى، انضف التلاجة. لقيت فوق منها تراب. طبعا انا ما بشوفش بقى فوق، بطلع كده اشوف. يعني بطلع على كرسي كده، ايه اشوف يعني قبل ما اوضبها من تحت وكده. بحب انفضها من فوق، من اي تراب عليها وكده. فرشه فوق منها مفرش وكده، حاطاه يعني منظر جمالي وكده. وبمسحها حلوة خالص من التراب وكده. فوطة تانية بقى مندية شوية مية، وابدأ ان انا امسحها. يعني عارفة ان فوقها فوق منها هيكون تراب، فبطلع كده ايه انضفها كده قبل ما انضفها من تحت. بالمرة كده يعني. انا طبعا منضفة التلاجة يعني، ايدي فيها على طول. بس طبعا ما نضفتهاش يعني من زمان، فقلت بالمرة قبل ما احط الحاجات فيها وكده انضفها يعني. ايدي يعني في شقتي على طول كده بتخلي الشقة من حواليا نظيفة وزي الفل. انا كده بصوا نضفتها كويس جدا من فوق، ومسحت المفرش من التراب اللي عليه، ونفضت الورد اللي في الفازة. كانت فازة عندي وكده يعني قديمة، فبحطها ككده. بحب احطها، ما بحبش ارمي حاجة، بحب احتفظ بالحاجات اللي شكلها حلو وكده، يدوا منظر جمالي في يعني في اي حتة وكده. بحطها بقى على التلاجة وكده. الدراجة هي لقيتها بصوا مليانة بقى هري، مكان الطماطم ومكان الخضار وكده. لقيتهم مليانين بقى، عايزين يتنضفوا ويتغسلوا. قلت بقى ايه شوية نشاط كده وانضف التلاجة كلها. الارفف نظيفة، اما شلتها كده بصوا لقيت على الحتت اللي بتحط عليها الارفف دي. انا كنت يعني شايفاها مليانة ايه، مليانة يعني زي بواقي اكل وكده.
فقلت يعني كل مرة اقول هنضفهم. طبعا انا لما بنضف التلاجة رايح جاي كده كل يوم، بنضف الارفف بس كده باي فوطة وكده في ثواني، فالارفف عندي نظيفة. اما بقى التنظيفة العميقة للتلاجة، بشيل الارفف وبغسل التلاجة كويس جدا. طبعا مكان برضو الارفف في الباب اهي برضو حاولت اشيلها بالفوطة كده من غير ما اشيل الرف، ما راحتش لانها تحت الرف نفسه، ال- الهري وكده تحت الرف نفسه. فشلتها بقى، شلتها عشان انضفها. طبعا انا كل يوم يعني بفوط المطبخ كده الارفف كده ايه بمسحها، لكن ما بشيلهاش. فالنهارده بقى شلتها، قلت بالمره تنظيفه يعني عميقه، وبما اني كمان هعمل سمك وكده، اكله سهله وبتخلص على طول، انضفها كده. فشلت الارفف بقى ونضفت تحت منها، بيبقى فيها يعني زي بواقي وهري كده من اي حاجه بقى واقعه من البيض او من اي حاجه. فببدأ ان انا شلتها ونضفتها بقى تنظيفة زي الفل، وبرص يعني الرف اللي انا بخلصه برص عليه وكده، لان ببقى المطبخ بقى بيبقى فيه كل حاجة يعني، فعشان ما يتكركبش معايا الحاجة، الرف اللي انا اخلصه ارصها. مسحت البيض كده بالفوطة. طبعا البيض ما بيتغسلش، يعني انا سمعت ان هو لما بيتغسل واتحط في التلاجة بيفقد قيمته. فبمسحه بس كده بالفوطة او بالمنديل، وبيرجع معايا حلو يعني، وما يخلي التلاجة نظيف. لقيت الرف ده التاني يعني لقيته نظيف، فحاولت يعني ايه ارص فيه، رصيت فيها الليمون يعني الحاجات اللي انا ايه، اكياس صغيرة كده، بحب احتفظ بالحاجات في اكياس عشان ما تاخدش رطوبة وكده. شلت بقى الرف التاني برضو، لقيت تحت منه برضو يعني ايه هاري برضو كده، مش عارفة بينزل تحت الرف ازاي. لو كان على الرف بس، انا ايديا في الارفف على طول، بس في هري كده بينزل تحت الارفف وبتبان طبعا، لان الارفف التلاجة شفافة بتبان. فراحة جاية اقول مثلا ايه هعملها النهاردة اعملها بكرة، فقلت بالمرة والتلاجة فاضية كده ايه اشطبها يعني وانضفها تنظيفة عميقة وكده. بقيت اشيل الرف. طبعا الرف ما بياخدش معايا وقت يعني، بالفوطه كده وبمسحه، لانه ما بقاش يعني بيبقى نظيف. اما هو اللي تحت الرف بس، الحاجه اللي مش نظيفه طبعا بغسلها بالسبونشه وبالصابون. لقيت الرف بتاعه الباب حلو، نظمت بقى فيها الحاجه، يا دوبك بس شلت الحاجات من تحت الأرفف، ونظمت بقى فيها الحاجات اللي ملهاش لازمة رميتها، والحاجات اللي لها لازمة نضفتها كده وإيه ورصيتها كده. بحب أحط الخزين بتاعي في التلاجة، اللي هو شوية عدس، شوية فاصوليا، شوية كده، عشان خاطر كنا بنحطه يعني في الصيف، عشان خاطر ما يبص يعني ايه لما بتحط بره بيبوظ. جبت بقى اللي هي الارفف بقى، مكان الارفف بقى كانت مليانه زي ما قلت لكم هري كده وبواقي اكل كده. فايه بالفوطه الاول كده بنزله يعني، بنزله كده بالفوطه. وتحت الادراج طبعا لقيت برضو كلها برضو هري وكده، بنزله الاول بالفوطه، وبعدين بقى ايه ده اللي عايز بقى غسيل، جبت الاسبونشة وبدأت ايه بشوية صابون وشوية خل كده، في ثواني رجعت معايا زي الفل. انا يعني كل يومين كده بالفوطة بتاعت فوطة المطبخ، وبمشي كده اللي هي الارفف التلاجة كده، طبعا باينة قدام، لكن ما بشيلهاش من مكانها لان بيبقى عليها حاجات، فالارفف بتبقى نظيفة. اما تحت بقى في مكان الادراج، مكان الادراج وكده طبعا مش بتنضفه بقى تنظيف يومي، مش لسه هنشيله وكده، فايه كل شهر بقى بشيلهم كده، عشان خاطر بقى التلاجة ترجع بيضة معايا كده، وترجع زي الفل كأني لسه جايباها جديد. نضفت كده كلها يعني بالسبونشة والصابون، وبفوطة كده مسحت الأول الصابون، وبعدين بقى شطفتها كده ومسحت التلاجة كلها. صراحة رجعت معايا زي الفل كده، وحسيت ان هي متعقمة كده ونضيفة. بين كل حين وحين كده لازم نغسل التلاجة أهم حاجة، لأن بنحط فيها الأكل والشرب. لو هو مثلا مش نظيف أو فيه ميكروبات أو كده، طبعا هيبقى الأكل والشرب بتاعنا مش نظيف، وهي ممكن تحصل يعني حاجات يعني احنا في غنى عنها يعني، مغص بقى أي حاجة من الأكل والشرب كده.
حاجة الأكل والشرب يعني مخصوص لازم ننضفها يعني. فأنا نضفت التلاجة كلها اهي. الأرفف بقى وأنا قاعدة كده في المطبخ طبعا لقيتها نظيفة، لأن زي ما قلت لكم مش محتاجة أساسا الاسبونشة ولا أي حاجة، لأن راحة جاية كده وأنا بنضف المطبخ بالفوطة وبمشي عليهم كده بالفوطة كل شوية يعني. اي حاجه تقع بقى كل يوم بعد غسيل المواعين يعني، او كل يومين بالفوطه كده فما بياخدوش معايا وقت، فلقيتهم نضاف يعني. مش يعني لقيتهم نضاف هي الحته البيضه بس كده. مثلا بالفوطه برضو ما مش محتاجه يعني سبونشه ولا اي حاجه. لو كانوا مثلا واقع عليهم حاجه ولا كده كنت هغسلهم بالسبونشه، بس لقيتهم نضاف اهم بقى. رجعت معايا بقى زي الفل اهو. تفتح النفس كده الواحد يحط فيها كل حاجة. وما خدتش معايا وقت، هي بس نص ساعة نص ساعة كنت خلصتها كلها من فوق بقى لتحت. طبعا الرف اللي انا مسحته رجعته تاني بقى زي الفل يعني. وحطيت بقى شوية حاجات كده برضو في علب تلاجة كده، وحطيتها في التلاجة على بال بقى مغسل الدرج صراحة اللي كان محتاج غسيل. كان واقع بقى فيه حاجات يعني مكان الطماطم ومكان البتنجان والخضار والفلفل والكلام ده بيعملوا بقى زي كده هري كده. فغسلته بقى تحت الحنفية. الدرج هو بس اللي كان عايز بقى غسيل تحت الحنفية. وانا غسلت التلاجة من جوه بالسبونشة برضو بشوية خل كده وشوية معطر وشوية صابون، خلوها معايا بتلمع. طبعا الخل معقم لأي حاجة. مسكت الدرج بقى وهسيبه بقى بعد ما بغسله بسيبه يتصفى كده عشان خاطر ينشف الأول خالص. دخلت بقى كل حاجة بقى التلاجة نظمتها كده في علب تلاجة ودخلتها. وكان عندي برضو حلة يعني فيها لبن برضو دخلته. واي حاجة بقى واي حاجة طبعا بحطها في الاكياس زي خس زي خضرة كده بحطها برضو في التلاجة في الكيس يعني، عشان خاطر ما تنشفش وكده لو اتحطت في علبة تلاجة. ده الدرج التاني بقى برضو غسلته برضو كويس جدا من جوه ومن بره وخليته معايا زي الفل. قلت بالمرة كده يعني قبل ما احط الطماطم او اي حاجة اغسلهم كده واظبطهم وكده. طبعا بعد ما غسلتهم طبعا شفتهم كويس وحطيت منديل كده او منديلين في الدرج. يعني انا عارفة ان هم هيطيروا من مكانهم، بس قلت يعني بحس بالنظافة وكده. حطيت بقى الخضار يعني في الدرج. والطماطم برضو حطيت بعد ما غسلت الدرج بقى وسبته ينشف خالص تماما. حطيت بقى الطماطم. انا بقسم الطماطم شوية في الدرج وشوية تانيين في علبة التلاجة عشان خاطر يعني ما يبقوش على بعض كده تبوظ يعني. طبعا التلاجة مش بيبقى فيها حاجات كتير في الشتاء، كل الفاكهة بسيبها بره. او نظمت بقدر الامكان يعني نظمت التلاجة. حطيت البيض مع نفسه كده مع بعضه والليمون والخضرة مع بعضها والحاجات اللي انا عايزاها. حطيت الخضار طبعا في الدرج كده وبقت تفتح النفس كده، وشغلتها بقى وقفلتها. طبعا في الشتاء التلاجة بتبقى بحس ان هي فاضية، اما في الصيف كل حاجة بتتحط في التلاجة. يعني في الشتاء الفاكهة كلها بره واي حاجه بره، ولو سيبنا كمان الرز بره عادي مش بيبوظ ولا اي حاجه. انما في الصيف لو سيبنا اي حاجه بره من الحر بتبوظ، فبتبقى بحس ان التلاجة في الشتاء بتبقى فاضيه خالص. بحس ان هي ما بتحطش فيها الا بس الخضار والطماطم، لان مش هنحطه بره، ولو اتحطت بره كمان مش هتبوظ. اما في الصيف بحس ان التلاجة اساسا عايزه يعني بتبقى مليانه بقى. كل حاجة بنحطها بنخاف عليها تبوظ بنحطها في التلاجة. كل الفاكهة بقى في الشتاء بحطها بره يعني عادي في المطبخ، في ضلفة كده من المطبخ وبقفل عليها. ما بحطهاش اساسا في التلاجة عشان اللي يجي ياكل منها مبقاش بقى بردان. وكمان الفاكهة بتبقى ساقعة وكده، فمش لازم البرتقال والموز والكلام ده كله ما بيبص بره خالص، بيفضل بره يعني. فسبحان الله بتلاقي التلاجة في الشتاء تحس ان هي فاضية ما فيهاش حاجات كتير. اما في الصيف بيبقى فيها يعني كل حاجة بقى اللي احنا بنخاف عليها تبوظ.
بصوا بقى انا هحضر لحاجة السمك. السمك اكلة سهلة، بس طبعا تحضيرها بقعد يعني بغسل بقى الخضار، بغسل الخضرة والطماطم وكل حاجة اللي انا هعملها ملح بها السمك. وفي نفس الوقت كمان بجيب يعني انا جبت الخضرة والطماطم والفلفل والليمون والكلام ده كله عشان اعمل الملوحة بتاعت السمك. وجبت كمان الطماطم وخضرة تاني وكده عشان اعمل السلطة. بحب اجهز كل الحاجات اللي انا هعملها يعني على الاكل. يعني بحب انظم بقى الحاجات اللي انا هعملها. بقعد كده ايه، انا هعمل ملوحة للسمك، وهعمل سلطة، وهعمل كمان سلطة بابا غنوج. طبعا الحاجات دي بقى ما بتاخدش وقت، بس بتاخد معايا وقت في تنظيمها وكده. بطلع الخضار والطماطم وكده، اغسلهم حاجة السلطة واحطها على جنب، وكمان الملوحة بتاعت السمك برضو واحطها على جنب. جبت اي خضار برضو بغسله وكده. فبحب انظم كده يعني ايه اكلتي. يعني اخر حاجة خالص ان انا باخد السمك عشان ايه اشويه بقى ويبقى ايه سخن يعني على الاكل. وغسلت كمان البتنجان ده عشان هعمل يعني بابا غنوج، او زي ما بيقولوا يعني بتنجان بالطحينة. بيبقى طعمه تحفة مع السمك. وكنت جايبة كمان بصل اخضر برضو غسلته. يعني فضلت واقفة على الحوض حوالي نص ساعة كده اغسل في الخضار. عشان طبعا ايه بحط عليه شوية خل كده في المية واغسله. واعمل كل حاجة بقى، اعمل السلطة كنت بلة الرز كده يعني برضو وطبخته. وهو بقى على النار بعمل السلطة بقى، واغسل الخضار واجهز كل حاجة. واخر حاجة خالص السمك كده باخده كده على الفرن واشويه. بغسل بقى يعني بحب كده ايه انظم يعني هعمل ايه، فاروح مطلعها سريعا بسرعة كده كل حاجة ان انا عايزاها من التلاجة واعملها. يعني ايه عشان ما انساش يعني حاجة. اعمل السلطة بقى واجهز الحاجة بتاعة الملوحة بتاعة السمك. واعمل كمان اللي بحب جنب السمك المشوي اللي هو البتنجان المشوي، نحطه في طحينة بيسموه بقى اللي هي سلطة بابا غنوج دي. بصوا بقى كنت جايبة طحينة. طحينة طبعا غليت قوي يعني. ربع كيلو ب40 جنيه، يعني ربع كيلو عامل 40 جنيه. فجبته عشان خاطر اعمل البتنجان وكده. احنا بنحب البتنجان المشوي بالطحينة جنب السمك المشوي ده اساسي. بس انواع الطحينة بتختلف. يعني انا جبت الربع كيلو ده حسيت ان النوع مش حلو، وهقول لكم ليه. وانا بعمله حسيت ان النوع مش حلو. بصوا بقى جبت الحاجات بتاعه السلطة بقى. هعمل سلطة بصوا كاملة متكاملة. انا بحب السلطة كده. وانا بصوا اليوم اللي ببقى جايبه فيه طلبات من بره يعني بيبقى كل الخضار فيه. فبقدر الامكان احط للولاد بقى كل انواع الخضار في السلطه. سلطه بتبقى مفيده جدا جدا. بحط فيها بصوا جزر، وبحط فيها خيار وخضره وطماطم كامله متكامله. وبجيب بصله صغيره كده برضو واحطها، اقطعها قطع صغيره واحطها على السلطه. ببشر كده الجزر، وببشر الخيار سريعا عشان ما ياخدش معايا وقت. طبعا الجزر بقشره وببشره، بغسله كويس جدا وببشره. الخيار ممكن اقطعه كده بالسكينة، بس قلت بالمرة ابشره يعني بعد الجزر وكده. حاولي في الشتاء تعملي لولادك يعني ايه خضار كتير. عشان خاطر يعني ايه كويس فيتامينات، وكويس للبرد كمان. حاولي ان هم مثلا ياكلوا برتقان كتير برضو وكده. اعملي لهم مثلا لو ما بياكلوش زي ولادي كده، اعملي لهم كوكتيل لمي في كل انواع الفاكهة يعني بقدر الامكان. آم، عشان خاطر حاجات مفيدة لجسمهم وكده. برضو السلطة بحب ألم فيها كل أنواع الخضار عشان خاطر تبقى مفيدة. اللي ياكل معلقة أو معلقتين ما شاء الله بتبقى مفيدة. وكمان بيبقى ريحتها كده وطعمها زي الفل. ال- اللي هي السلطة الخضراء مفيدة جدا جدا يعني. فبحب ألم فيها كل مثلا هما ما بياكلوش الخيار قوي، ما بياكلوش الجزر قوي لو كان مش مسكر، لا انا بحطه بقى كده وابشره كده. وعملت بصلة بقى عليه طبق سلطة صراحة كان طعمه تحفة.
ولو انت بقى بتحبي الليمون على السلطة اعصري بس نص ليمونة كده عليه. وما بحطش الملح غير بقى ايه، ما باجي احط الاكل على طول، لان لو حطيت الملح بدري يعني على السلطة بتنزل مية كتير يعني وكده. طبعا عملت السلطة وركنتها على جنب. هعمل بقى الايه الملوحة بتاعة السمك. بحط كل حاجة، بحط توم واحط كمون وملح وطماطم وخضرة وليمون، وكل ده في الخلاط. يعني بحب احط كل ده في الخلاط واعملها سريعا كده. وساعات بقى بحطها على النار يعني ايه بحمر التومة كده على على النار، معلقة من التوم المفروم، وببدأ ان انا ايه احط عليه بقى شوية الطماطم اللي في الخلاط. بس صراحة انا بقى كنت مستعجلة وكده، بعملها بقى ناشفة كده بايه، ونية كده في الخلاط. فيها بقى الليمون، بيبقى ريحتها ليمون وزي الفل، وبتبقى طعمها زي الفل زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كل ما بستعمل الخلاط صراحة، الفوطة بقى فيها شوية مية كده او شوية خل، برضو بيبقى بيخلي الخلاط زي الفل. متعودة انا كده يعني، ما بحطوش في المطبخ غير لما امسحه كويس جدا. اي حاجة نزلت عليه بقى يعني ايدي فيه على طول كده، عشان خاطر ما يسودش مني من كتر الاستعمال وكده. وبعدين ارجع في الاخر اقول انا عايزة انضفه بايه. لا، كل ما بستعمله صراحة الفوطة جنب مني وبروح مسحاه، بيبقى معايا زي الفل. جبت بقى هنا عشان اعمل الطحينة. انا زي ما قلت لكم بجهز كل حاجة قبل ما اشوي السمك. طبعا الرز على النار كل شوية بقلبه كده لحد ما يستوي واطفى عليه. واخر حاجة خالص بقى اشوي السمك يبقى ايه سخن على الاكل وكده. بعصر بقى، عصرت ليمونة كبيرة، وجبت شوية توم وشوية نص معلقة من التوم المفروم، وشوية كمون وشوية خل. طبعا عشان ايه نعمل الطحينة زي ما انا متعودة يعني. بعمل الطحينة، بحط عليها بقى شوية مية سخنة يعني من الكاتل وكده، عشان خاطر اقلبها بقى. الطحينة بقى اللي انا لسه شارياها دي لقيتها نوعها مش حلو. ليه؟ عشان ما بقلبها بتتقل معايا. اي طحينة كويسة يعني نوعها حلو، تحطي فيها مثلا شوية مية، نص فنجان من المية كده مع الحاجات الحلوة دي يعني، اللي عليها الكمون والليمون وكده، بتتقل معايا. دي ما تقلتش، دي زي ما هي خفيفة. جبت معلقة من الطحينة تاني عشان خاطر توصل للتقل ده. فلو هي من النوع الحلو يعني كانت تقلت معايا على طول. لا، احتاجت كمان طحينة، حطيتها طحينة يعني غليت، وبرضو مش تلاقي فيه غش فيها يعني وكده. حطيت عليها بقى شطة، بتبقى طعمها بقى تحفة على البتنجان. اهم حاجة بقى شوية شطة ايه، عشان البتنجان يبقى ايه مشطشط وكده. وبسيبها على جنب بقى عشان باخد معايا البتنجان بقى. باخد معايا البتنجان فوق بقى في الفرن يعني، اشويه مع السمك. بحطه كده ورا السمك كده تشوي. ما بتاخدش حاجة يعني، هم 10 دقايق كده وبتتشوي يعني، احسن من شويتها على البوتاجاز وكده. بدل انا مشغله الفرن يعني. انما لو ما كنتش مشغله الفرن بحطها على البوتاجاز برضو، بفضل اقلبها كل شويه كده. بتتشوي برضو معايا. بس شويه الفرن طبعا ما بتاخدش وقت، هي 10 دقايق وتطرى معاكي كده وتبقى زي الفل. غسلت السمك حلو جدا يعني. وطلعت بقى ايه عشان خاطر حطيت عليه رده بقى، وحطيته في الفرن بقى ايه عشان ينشوي. وطبعا انا بوطي عليه عشان هو مثلا السمك لما يكون كبير لازم نوطي عليه يعني عشان يستوي كويس. حطيت كمان البتنجانة اهي بقى تتشوي. وخلصت بقى البتنجانة بقى باخدها. انا جايبة يعني بتنجانة كبيرة عشان تكفي وكده. تحت المية على طول وهي سخنة، تحت المية على طول تقشيرها بيبقى سهل. تجيبها كده سخنة كده من الفرن، وتقشريها كده في المية، عشان خاطر القشرة تطلع بس يعني، ما تطلعيش منها بتنجان وكده، القشرة بس اللي بتطلع. زي ما انتوا شايفين كده بقشرها بكل سهولة. بقشرها كده زي ما انتوا شايفين كده. والحتة اللي فوق دي بجيب بقى بعد ما بشيل بقى البتنجان من الحوض وكده عشان ما يكتمش الحوض، بشيل بقى الحتة اللي فوق دي بسكينة. آه، بعد ما قشرته وكده بشيلها بقى بسكينة. وجبت بقى ساعات بعملها في الخلاط، وساعات بهرسها كده بالهراسة بتاعة الفول. طبعا انا كسلت اعملها في الخلاط، لقيتها طرية وحلوة مش محتاجة خلاط يعني، فهرستها بهرسة الفول يعني.
هرستها معايا على طول، يعني مش محتاجة خلاط ولا اي حاجة. عايزاكي بقى تحطي لي لايك، واللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك عشان يوصلوا مني كل جديد. واهم حاجة يا جماعة اللايك عشان يرفع الفيديو كده وتشجعوني، والتعليقات وتعليقات حلوة منكم عشان تشجعوني اعمل لكم فيديوهات يعني كتير وكده. حطيت الطحينة اللي طعمها زي الفل دي بقى، بصوا طعمها بيبقى زي الفل، وعليها سنة الشطة كده على البتنجان بيبقى طعمه تحفة. بتحطيه كده على الرز الابيض وتاكليه طعمه تحفة، وتمليحة السمك اهي. بصوا طعمها بقى خطير، والسلطة كاملة متكاملة. وده كان غدانا النهاردة. زي الفل يعني والحمد لله. والسمك بقى تحفة، طعمه تحفة، والسلطة الطحينة جميلة، والبصل الأخضر برضو أكلة ما شاء الله يعني. ما تنسونيش بقى لايك واشتراك، ومع السلامة.